بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. يلا بقى نخش على الفيديو كده ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. الفيديو ده متأخر معايا بقاله حوالي عن 4 أيام على التليفون ومش فاضية أنزله. معايا هنا كنافة ومعايا قطايف كانوا لسه جايين طازة فريش، يعني ما ينفعش بقى ايه احطهم في الفريزر واطلعهم وكده. قلت اما اعملهم صبحين كده على طول. كان المفروض ان انا احط الكنافه عشان يعني تسهل عليا الدنيا شويه، لكن عملت كله بقى ايه طازه كده. معايا بقى هنا قطايف، ومعايا بقى مكسرات ايه الغلاب جوزة الهند وزبيب وسوداني وشويه من السكر كده، وايه وكله على بعضه كده وحش بقى ايه القطايف. ولا بندق بقى ولا فستق ولا الكلام ده كلته، دي اسمها مكسرات الغلابه على قد الحال كده، وايه وماشي وماشي العمل ايه بيه. قفلت بقى على القطايف ديت، يعني ايه ليها حشوات كتير. الطريقه اللي انت عايز تحشيه بيها، في ناس بتحشيها قشطه، وفي ناس بتحشيها ممكن تعملها حاجه برضه زي الكاستر وكده بتحشيها بيه. بس يعني انا بحبها بالمكسرات. حشيتها بقى كده، ومعايا بقى الكنافه كانت لسه جايه طازه فماسكه ببعضها، فلو انا كان عندي وقت كنت حطيتها في الفريزر ساعتين كده ولا حاجة وكسرتها. ما شاء الله سند ايه قاعدة تاكل منها على طول. همسك بقى الكنافة سلكها، اهم حاجة تسلكيها كويس. دي الكنافة اللي بتبقى الخيوط بتاعتها دي كنافة بلدي، مش اللي هي الآلي دي. بتبقى الخيوط بتاعتها تخينة شوية. جبت بقى حبة المكسرات اللي فاضلين، وجبت صينية بقى صواني بتاع الكنافة والحاجات ديت، وعاملة ايه شوية سمنة كده في القعر، وجت ايه الكنافة، يعني بساوي كده واحط الحشوة والف اهو. فاضل 5 ايام يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير تاني يا رب. اهم حاجة انت يعني تلفيها تخليها مش هرشرة ولا كده، تلفيها كويس كده ايه عشان تبقى مستوية. وبلاش الضغط اللي انا بضغطها دي، انا ندمت ان انا ضغطتها بصراحة عشان ما تبقاش مكتومة ببعضها كده. احشي بقى كله بنفس النظام كده. وجينا كانت قاعدة ده ايه تسلكلي، هي كانت جاية سخنة لسه عرجانة على بعضها، حيرتني في التسليك شوية. أهم حاجة تسلكيها، لو ما سلكتهاش بتطلع مكتومة كده ومش حلو. احنا ما عملناش كنافة وقطايف السنة دي، يعني أنا كنت تقريبا كده بعملها يوم فيه ويوم ما فيش، يوم فيه ويوم ما فيش. مش عارفة السنة دي كده كسلانين ليه. اهو هلف، هي هتلفلي يعني المكسرات اللي معاها هتلفلي ايه الصينية دي. تحط بقى كده وتلف، خلي بقى صوابعك كلها ايه قد بعضها. حبة في صمت كده نتفرجوا في صمت. رمضان مبروك في كل حاجة ما عدا النوم. مفيش نوم في رمضان خالص. خلصت الصينية كلها بقى، وكل ايه صباح كده احط عليه معلقة من الكنافة. انا مش عارفة والله دي كان كيلو كنافة ولا قد ايه، مش انا اللي كنت جايباه يعني، بس تقريبا هو كيلو لان عمل معايا صينيتين. هيجي النص ما يعملش صينيتين يعني. اهو اهم حاجة تشربها بالسمنة كده، والافضل والاحسن تكون سمنة بلدي. ما فيش بقى اعملي باللي موجود عندك بسمنة نباتي. سلكت بقى دي كلها اهيت، وبرضك هبسها ايه بالسمنة برضو كده. هي حلويات شرقي يعني سمنة.
بس انا بحب يعني نوع الكنافة دي عن اللي هي التانية العادية دي. انا مش عارفة دي اسمها بلدي باين. هفرد بقى الكنافة كده في الصينية واضغطها كويس اهو. واضغط بقى عليها، اضغط عليها على قد ما تقدر. تعالوا بقى هنا معايا نص كيلو من الحليب، وهعمل لهم ايه حشوة الكاستر دي او القشطة يعني. كنت جايبة نشا، لما لقيت كاستر قلت خلاص بقى. معايا دي كان لبن جاموس حلو كده وتقيل بخير. حطيت معلقتين ونص، وحطيت معلقتين من السكر، مش مكمل معلقتين كمان سكر، معلقة، لان احنا لسه هنعمل الشربات او الشرب اللي احنا هنسقيه بقى عشان ما تبقاش مسكرة جو. اللبن يكون ساقع، وتدوبي الكاستر او النشا على البارد، اوعي تحطيه سخن فيه سخنه لا يكلكع، كله على البارد كده. ودوبي بقى وحطيه على النار. وهنا بقى كنت عامله كيس من السكر. كيس من السكر ده آه آه حطيت عليه 3 كوبايات من الميه، وسبته يغلي. السكر كان اسمر كده عامل لي رغاوي كده. هو الافضل والاحسن يكون ابيض. السكر الابيض ولا بيطلع رغاوي ولا حاجه، لكن السكر هنا كان اسمر فمطلع لي رغاوي بقى كده. وعاوزين الحشوه بتاعت الكنافه ما تبقاش تقيل، كل ما تكون خفيفه، عشان لو غابت معاكي يوم اتنين ما تدلكش من جوه تكه جامده كده، تتنها حلوه وطريه وجوسي كده وزي ما هي. الشربات بقى هسيبه يغلي حوالي عن 10 دقايق كده، واعصر له بقى ايه ليمونه كامل اهو. اسيبه بقى يغلي 5 دقايق بعد الليمونه دي، وهضيف له بقى كيس فانيليا في الاخر وخلاص. اول ما تحط السكر وتحط عليه الميه، ولا تقلبيه ولا اي حاجه، سيبيه لحد ما يدوب وحبيبات السكر تدوب لوحدها. ما تحطيش فيه معلقه ولا اي حاجه عشان ما يكرملش معاكي ويعمل سكر من تحت كده. لو فضل معاكي او الكنافه فضلت معاكي يوم واتنين تلاقي فيها سكر كده وحبيبات سكر اهو. هعمل لها بقى حروف كده، وهضيف ايه الكاستر اللي انا عاملاه. شوفي الكاستر خفيف ازاي. كل يعني لو طلت يعني كان نفسي اخففه عن كده كمان. يعني انا يا ريتني ما ضفت النص معلقه، كان كفايه معلقتين وخلاص على نص كيلو من اللبن. كل ما يكون خفيف يبات معاكي، ما تضغطيش بقى من فوق. سيبها بقى على ما تهدى كده شويه، وتحط الكنافه دوب بقى تحسسها عليها، عشان لو اتكيت عليها هتبوظ منك من الجوانب وتبوظ الدنيا. عايزه تعملها بالمكسرات اعملها. انا عايزه اعمل نوبه قبل ايه، قبل العيد كده بالمكسرات. والقطايف كانت صبحة وكانت عسل، لا اتفلجت مني وانا بحشيها ولا اي حاجة. اللي تتفلج وتتقطع دي وما ترضاش تكفل اللي هي تبقى بايتة، بيبقوا يعني بايتة عندهم بقى ويبيعوها. وبرغم اعملها في البيت سهلة خالص، بس الواحد ما عندوش وقت. تعال بقى نحمر القطايف. هي متحمرة لوحدها، فيها غامق وفي فاتح اهو. طلعها بقى تصفي زيتها، واضيفها في الشربات بتاعها. كان الشربات لسه سخن والقطايف سخنه، فما حبيتش ان انا ايه لازم حاجه فيهم تكون بارده. دي سخنه ودي سخنه هيعدي. وهحمر بقى الكميه اللي معايا. هو كان نص كيلو قطايف.
اهو. ساعة ما يبرد كده شوية اجي حاطاه في الشربات. انا عملت الشربات حطيت حبة في صينية كده عشان الزيت وكده، ما بوصل كمية الشربات اللي معايا كلها، لان لسه هحطه على الكنافة وكده. هشربها بقى الشربات بتاعها. عفوا. واطلعها بقى. اهو. يا سلام يا سلام، بموت في القطايفة. خلصتها بقى، كان فاضل معايا حبة مكسرات كده، جوز هند على سوداني وكده، رشته مرشتش على كل. وطلعت بقى هنا بقى الكنافة، اسويها بقى فوق. انا بحبش اولع لها النار من فوق، انا بحب اجلبها واسويها من فوق زي تحت. ومن مهلبي بس ما لقيتش حاجة اجلب عليها. لما بسويها من فوق بتبقى عاملة زي المشعوطة كده، لكن انا بحب اجلبها من فوق زي من تحت. تعرفها ليه استوت ازاي؟ تلاقيها سيبت من الصينية، تهزي فيها كده تلاقيها سيبت من الصينية. اهو. وانزل بقى عليها بالشرب كده، يا سلام. كنافة تكون سخنة والشرب ده يبقى سخنة مية مية. مرضتش اسويها من فوق جوا عشان ما تاخدش لون زي الشعوطة كده، مش لاقية حاجة اقلب عليها. كنت عايزة صينية كده اقلب عليها فوق. اه هقلبها بقى اوريكم لونها من تحت. احب بقى بكون مسويها كده من فوق ومن تحت زي بعض. الشربات بتاعها ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، حلو كده. كل ما اديلها بتشرب بدلها. الكنافة الصوابع بقت تحفة. هطلع بقى في طبق التقديم كده. خلاص يا حاجة كفاية شربات. كل الحلويات دي ما بتبات بتبقى احلى. شوفي لونها، كل ما بتبات بتبقى احلى، تكوني هدت بقى من السكريات اللي فيها وكده. يا سلام، الله الله. شوف بقى الحشو بتاعتها من جوه مية مية. وده كنا في اليوم بقى ده عاملين نواشف فول وبطاطس وكبدة وطعمية بقى على سلطة كده وخيار ومخلل. بصراحة بيبقى أحلى يوم تاكلي فيه وتشبعي، يوم النواشف ده تاكلي وتشبعي، وخس بقى وعيش بقى واديله. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الجيم بخير يا رب. استودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمة الله.